ايه هي العمليات الجراحية اللي بتتعمل في حالات الأورام الحميدة في الغدة الدرقية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا عن حديثنا عن الغدة الدرقية، الفيديو النهاردة إن شاء الله هنختم فيه حديثنا عن الأورام الحميدة في الغدة الدرقية، وهنجاوب فيه عن سؤال ايه هي العمليات اللي بتتعمل في حالات الأورام الحميدة في الغدة الدرقية. هما عمليتين. العملية الأولى بتبقى عبارة عن استئصال لنص الغدة الدرقية لو المريض عنده أورام حميدة في فص واحد بس من الغدة الدرقية. أما العملية الثانية فهي استئصال كامل للغدة الدرقية لو المريض عنده الأورام الحميدة موجودة في الفصين بتوع الغدة الدرقية. إيه الفرق ما بين العمليتين؟ المريض اللي بيعمل استئصال لنص الغدة الدرقية بياخد الأقراص اللي بتعوض هرمون الغدة الدرقية فترة معينة ما بين أسبوعين لشهرين، لكن المريض اللي بيعمل استئصال كامل للغدة الدرقية بياخد الأقراص دي مدى الحياة. طيب، هل في دور لاستئصال الغدد الليمفاوية في الرقبة في حالات الأورام الحميدة في الغدة الدرقية؟ الإجابة لا. هل في دور لأن المريض ياخد يود مشع ما بعد إجراء العملية في حالات الأورام الحميدة في الغدة الدرقية؟ برضه الإجابة لا. بكده يبقى احنا اختتمنا حديثنا عن الأورام الحميدة في الغدة الدرقية. إن شاء الله في الفيديوهات الجاية هنبدأ نتكلم عن الأورام الخبيثة في الغدة الدرقية، فتابعونا إن شاء الله.